هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي channel. فيديو النهارده هاخدكم معايا في الروتين اليومي بتاعي. انا بعمل ايه؟ السكين كير، الفطار، هروح فين، هاجي منين. هحاول ان انا في الفيديو اكون على طبيعتي عشان انا بحب كده جدا، ولكن الكاميرا ليها رهبة يعني وكده. فهحاول ان انا اكون على طبيعتي. ان شاء الله فيديو عجبكم، ويلا بينا. ويلكم بيكم في المكتب بتاعي. الساعة دلوقتي تقريبا 10. هروح دلوقتي معاكم أعمل السكين كير بتاعي. هاي، دلوقتي أنا في الحمام. نعمل مع بعض السكين كير بتاعي. بحاول دايما إن أنا لما أجي أعمل سكين كير إن أنا أستخدم منتجات قليلة، عشان يعني ما كسلش إن أنا أعمل كل يوم الصبح وكل يوم بالليل. فبحاول إن أنا أستخدم الحاجات اللي هي فعلا يعني إيه، تفيد الغرض، يعني مش اللي هو منتجات أحطها على وشي يعني وخلاص. ويلا بينا. هي دي المنتجات بتاعتي كلها، بس طبعا مش بحطها كلها يعني. اول حاجه هبدا بالغسول ده بتاع بيوديرما، والبراش دي او مش عارفه اسمها ايه، المهم ان الاله دي يعني بحط عليها الغسول وبعمل كده يعني. بستخدم المنتج ده بتاع منتج كوري كده للاي كريم تحت العين. بعد كده بجيب المرطب بتاعي ده من شركة كده اسمها سوان اهي. المرطبات بتاعته والمنتجات بتاعة التفتيح وكل الحاجات بتاعته بصراحة ولا أروع، تحفة جدا جدا جدا. بعد كده بجيب زيت الكاكاو بتاعتي، أقوم جاية حطاه كده. بعد كده السيرم ده بيدي ترطيب تحفة جدا جدا للبشرة. حطه كده. بس عشان ادعكوا شوية كده، الاتنين مع بعض بيدوا ميكس حرفيا ولا أروع. متنساش الرقبة برضو، لازم يكون ليها نصيب من كل الترتيب ده. هاي، دلوقتي أنا في المطبخ بتاعي متواضع للغاية. نعمل فطار، نحاول إن هو يكون صحي عشان أنا عندي مشاكل في المعدة، فعايزاه يكون صحي وفي نفس الوقت لذيذ. فهجيب الطبق بتاعي اللي أصلا كبير قوي على اللي أنا هعمله. تاني حاجة هجيب الزبادي بتاع المراعي، اللي هو الزبادي اليوناني. هو طبعا الصحي ان هو يكون من غير اي طعم، ده بالتوت، ولكن مش مهم ان هو يكون صحي 100%. المهم ان احنا ناكله لذيذ عشان نواظب، عشان معدتنا ما توجعناش تاني. والجرانولا دي بتبقى يعني فواكه كده مجففة. المهم ان هو لذيذ للغاية. اول حاجة هحط الزبادي. تاني حاجة بقى هحط الجرانولا. هحط عليها كمان شوية من الكاجو. بس كده، هو ده الفطار بتاعي النهاردة. ساعات بحط عليه فاكهة، ولكن مش دايما بحط فاكهة. لما بحط زبادي اللي هو بيكون سادة، اللي هو من غير طعم يعني، وبحط عليها شوية عسل بس كده. لكن عشان ده بفاكهة كده كده أساسا مسكر، فمش هحط عليه حاجة. يلا بينا.
رجعنا مرة أخرى لمكتبي العزيز. ده التاب هتفرج على حاجة وأنا باكل، وده الفطار بتاعي. رجعنا مرة تانية للمطبخ، ولكن المرة دي عشان أعمل حاجة أشربها. كنت محتارة أعمل حاجة باردة ولا سخنة، قهوة يعني باردة ولا سخنة. قررت إن أنا أعمل دي. أوكي يلا بينا. دلوقتي هحتاج الكوباية اللي احنا بنعمل فيها. أول حاجة هستخدم الجهاز ده عشان أعمل القهوة. أوكي. دي الكوباية اللي هنعمل فيها. نحط لبن. بعد ما حطيت اللبن هي بتتحط ما بين معلقة ونص المعلقتين كده. تمام. وبعد كده هحط طعم الكراميل ده. وبس كده. نقفله. بعد كده نحط الجهاز ده. هجيب الكوب الكيوت للغاية ده، نفتحه. ده أساسا ممكن يكون كوب عادي نشرب فيه، بمجرد بس ما نطلع السلاح كده بيكون كوب عادي خالص ممكن نشرب فيه، بس أنا هحطه في الكوب ده. تمام. بعد كده أجيب تلج. بحب أحط تلج كتير قوي. بس بعد كده نقفله. كده شكله تحفة. هعمل تقييم للقهوة بتاعتي الرائعة دي. هديها 1,000,000 من 100. رجعت تاني للمكتب بتاعي، هشرب القهوة بتاعتي. هقرأ كتاب متعة أن تكون في العشرين. هو كتاب لايت جدا وخفيف. معلومات فيه يعني مش واو يعني كده. بس ايه يشجعك كده ان انت تقوم تتحرك من مكانك في فترة العشرينات. هاي. رجعنا مرة تانية. دلوقتي خلصت القهوة بتاعتي وخلصت الجزء بتاع القراءة. دلوقتي بعمل بقى حاجة تانية اللي هو مش هعتبرها شغل، أو بعض الناس بيعتبروها شغل، مش عارفة. المهم يعني إن أنا بشوف أفكار بقى لفيديوهات اليوتيوب، بشوف أفكار لفيديوهات الانستجرام والتيك توك. ببدأ مثلا لو في حاجة عايزة أصورها أو كده، لو ليها مثلا سكريبت معين ببدأ إن أنا أكتبه وأظبط الفيديوهات بتاعتي على حسب بقى بياخد مني الموضوع ده ساعة 2 3. في فيديوهات مثلا بتبقى عايزة ان انا اعمل لها edit، بعمل لها edit حاجات كتير يعني ممكن تتعمل في الوقت ده لحد ما بيجي ميعاد الجيم وبنزل. دلوقتي الحمد لله خلاص خلاص الدش. كنت بس عايزه اكلمكم الاول على الفوطه دي. الفوطه دي اسمها فوطه مايكرو فايبر. كنت جايباها من شي ان. تحفه جدا 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 ان احنا نشيل بيها شعرنا عشان ما يتكسرش ما يتقصفش. وانا في الاوقات العاديه مش بحب ان انا انشف شعري باي حاجه يعني. بحب ان انا اسيبه ينشف طبيعي، ولكن عشان مستعجله فهنشفه المره دي بالسشوار، ولكن بحطه على البارد جدا. دلوقتي خلصت شعري إلى حد ما يعني. هبدأ دلوقتي أحط سان بلوك.
باستخدم ده. هاي، دلوقتي خلّصت كل حاجة ولبست ونازلة الgym. بغض النظر عن الجاكيت الجينز ده بالبسه فوق الoutfit بتاع الgym عشان مش باحب إن أنا ألبس لبس ضيق. كنت عايزة أتكلم عن الخامة بتاعة اللبس بتاع الgym، تحفة، تحفة، تحفة. كنت جايباه من page اسمها X-Fit، ده الlogo بتاعها. الخامة فعلًا بجد ولا أروع، الlegging مع التيشيرت الاتنين مع بعض بأقل من 1000 جنيه. بس كده. Hi welcome back. دلوقتي أنا لسه راجعة من الgym. طبعًا عشان كده منظري سيء للغاية، لكن it's okay. دلوقتي هاقوم أغسل وشي وممكن آخد دُش تاني، وبعديها أحط makeup وألبس وأنزل. Hi. دلوقتي أنا لبست وهاحط معاكم الmakeup. بس أنا مش هاحط makeup كتير لإن أساسًا الجو مش مستحمل أي makeup، فمبدئيًا كده نضبط بس التكييف عشان أنا باسيح حرفيًا باسيح. تمام كده. أول حاجة نحط سِنّة concealer لإن الجو مش مستحمل أي حاجة حرفيًا. بعد كده هاجيب الstick ده، حاجة خفيفة بس كده هنا، حاجة خفيفة بس كده هنا. it's okay. بعد كده نجيب highlighter. أهم حاجة أحط الدرجة دي. هارسم eyeliner بس هاقرب من المراية أكتر بقى. بعد كده هاثبت ببودر شوية عشان ما يسيحش من الحر اللي احنا فيه. اوكي. بعد كده صابونة الحواجب. أنا مش باحب أرسم حواجبي خالص، أنا بس باسرّحها كده. صابونة الحواجب دي حلوة أوي من شيكلام. بس. وعندي مدمع العين كده، باحط من هنا شوية highlighter. باين. معانا بالشقف. ممكن بقى أحط lip gloss. آه، أحط lip gloss. lip gloss. بس كده وهو ده الفاينل لوك. ميك اب نو ميك اب عشان ما ينفعش نحط ميك اب في الحر الموت ده. هاي، ده الاوتفيت اللي انا لبسته. لبست الجينز الغامق ده مع التوب الابيض والقميص الصيفي المبهج ده مع النضاره الصفراء والشنطه البيضاء. وبس كده. بجد انا مش عارفه اقول ايه. من الصبح عمالة أقول لازم ناكل أكل هيلثي، لازم نفطر، مش عارفة أفطر عامل ازاي، عندي مشاكل في معدتي، كل الكلام الجميل ده. فجأة لقيت نفسي بتغدى كريب. مفيش فايدة، بجد مفيش فايدة. المهم إن أنا دلوقتي جت فقرة الغدا، وهتغدى وأنا بتفرج على المسلسل الكوري ده.
دلوقتي أنا خلاص جيت من برّه، يا دوبك بس إن أنا صلّيت المغرب واتغديت وبس كده، حرفيًا مش قادرة أفتح عيني، هاستنى العشا بالعافية. بس كنت عايزة أورّيكم إن أنا نزلت أساسًا خرجت رُحت مكان اسمه أمريكانا بلازا، مكانه في الشيخ زايد. كنت رايحة عشان أشوف ديكورات وكده، فعجبتني المكرمية دي، عجبني شكلها وحجمها. أنا بصراحة مش عارفة أحطها فين، بس هي عجبتني أوي، 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 أوي. وجِبت شوية lunch box كده ما لهمش لازمة، بس كان عليهم الأميرات بتاعة ديزني، فجِبتها عشان كده. وبس كده. كده يومي خلص، مش هاعمل أي حاجة غير إني بس هاستنى على السرير العشا تأذن وهاصليها وبس كده وهانام عشان أعرف أصحى بكرة في ميعادي اللي هو الفجر. لحد هنا خلص فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب ولحد أشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير وإلى اللقاء.